احنا قلنا ايه؟ ان احنا عندنا environment بتاعت احنا كنا الناس اللي بتسال قبل اي حاجه، بس الناس اللي بتسال على الباش سكريبتنج وكده ان شاء الله هنخلي برضو جزء الاوفر فيو عليها تاني في الاخر بعد ما نخلص البايثون، الناس تخلص المهمه بتاعت البايثون، عشان يعني احنا داخلين عشان البايثون، فعايزين نخلص البايثون النهارده ان شاء الله، الجزء اللي احنا داخلين عشانه. وبكره باذن الله هناخد الاو او بي، وبعده بقى باذن الله هنشوف الاير بي ام بي سوا كده، يعني مع بعض كده هنشوف الاير بي ام بي باذن الله. باذن الله. فهنخش كده على البايثون معانا، فهو بيقول لي ايه؟ ان هو زي ما عرفنا خلاص انها يعني ال- انها انتربريتر لانجويج وهكذا، وان احنا مثلا لما بنكتب بايثون مثلا 3، تمام 3، فبيفتح لي انتربريتر اللي هو مثلا اقول له ايه؟ برنت إيه. وكمان لغه البايثون بتتميز بانها سهله جدا، يعني كاننا بنكتب انجلش حرفيا، ما فيهاش اي حاجه. عايزين بقى ايه؟ مم. ناخد ببساطه كده. يعني انت دلوقتي بتركز بس على انك تتعلم اللغه دلوقتي حالا النهارده. انت النهارده مش مطلوب منك تعرف مثلا اللي هو ايه اللغه شغاله ازاي ولا كل الكلام ده، عرفته حلو جدا. هترجع بقى بعد ما تخلص وحاسس انك اتقنت مثلا اللغه شويه وكده، ابدا بقى ايه؟ ارجع بقى للحاجات اللي شادي قالها وكده، لان دي مهمه هتفرق معاك طبعا، هتفرق معاك السوفت وير انجينير وهكذا. لكن احنا دلوقتي خلاص احنا خلصنا الجزء ده. عايزين بقى دلوقتي، يعني مش هقول لك انسى اللي فات، هترجع له بس مش دلوقتي. عايزين بس نركز في السنتكس بتاع اللغه بتاعتنا وكاننا ما نعرف، يعني ما نعرفش غير ما ده بس. نعرفش حاجه. ماشي. نخش نكتب مثلا ايه اللي قلنا زي اللي هي البايثون، إيه؟ تكتب انجلش عادي. فاكتب مثلا برنت مثلا هلو مثلا، واحطها بين كوتيشن كده يعني السترنج. ماشي. هيطبع لي انتربريتر، يطبع لي ايه؟ هلو، عادي جدا. طيب انا مثلا دلوقتي واقف اجازات كده، تمام، واقف مثلا في نكتب ايش مثلا كده. ماشي، واقف هنا وعايز ارن اكتب كود بايثون هنا كده، لكن بالشكل ده برنت. ب... بكتب برنت وبحطها في سنجل كوتيشن. واحده كده. تمام. فانا مثلا لما اجي ارن ده، هو ليه مثلا ليه عملت داش سي؟ لان برن ده في الانفايرمنت بتاعه الباش. يعني انا مثلا يعني انا دي انفايرمنت بتاعه الباش، مثلا بكتب مثلا ايكو هنا كده، يعني بنراجع بس برضه على الباش احنا ماشيين كده، وهنرجع الاوفر فيو عليها تاني واحنا قدام. ماشي. اكتب مثلا هيلو عادي. كتبت ليه؟ لان دي الانفايرمنت بتاعت الباش اصلا، يعني ده المكان اللي اقدر ارن منه باش عادي بتاعي عادي جدا. لكن ما اقدرش اكتب برنت مثلا، برنت مثلا آه وليكن مثلا هلو مثلا، او اي حاجه. ليه؟ لان دي مش الانفايرمنت بتاعتها. فبالتالي بشوف مثلا الارجيومنت اللي هو داش سي ده عشان ايه؟ يرن البايثون في الانفايرمنت بتاعت الباش. دي حاجه مالهاش اي لازمه، بس نكون عارفينها بس لو اضطرينا يعني نكتب كود بس هنا في يعني مش الباك. اكتر. بالظبط. طبعا الاكستنشن بتاعتها بتنتهي بدوت بي واي. لو مثلا ايه؟ اكتب هلو مثلا مثلا اكتب مثلا تاتش فايل كده مثلا ايه كده تاتش مثلا فايل او سكريبت مثلا دوت بي واي. يبقى اول حاجه عرفنا ان احنا ايه؟ بنبدا السكريبت بتاعنا عادي دوت بي واي عادي، يعني كلام، يعني كلام بديهي جدا. ماشي. وهكتب مثلا ايه؟ في اي مثلا، او خليها ايه؟ في اي مش سكريبت مثلا، او اكتب في السكريبت ده. لما اجي افتح في اي بانسرت بالاي بس كده. مثلا كتبت كام سطر مثلا على اللي هو الفي اي وعايز امسحهم، اعمل سكيب اللي هي فوق خالص دي، دي تمسح لي السطر. بانسرت باي برضه شويه حاجات كده، احنا ماشيين في السكه بنعرفها مع بعض عادي. ماشي. انا مثلا دلوقتي ده قدامي ايه؟ ده اللي هو بالنسبه لي سوري اللي هو فايل بايثون. فاكتب مثلا برنت، هقول له مثلا اطبع لي لو مثلا. بكتب سكيب عشان اقفل الفي اي، يعني افتح الفي اي اكتب اللي هو النقطتين فوق بعض دول دبليو كيو، وعشان يحفظ لي ايه؟ السكريبت بتاعي. برن السكريبت بالشكل ده بايثون 3
واكتب اسم الفايل بتاعي عشان ايه يرن السكريبت بتاعي كده بالشكل ده. دي يعني حاجات بديهيه جدا، اعتقد مش اي حد عنده مشكله في الجزء ده. يعني خلاص عادي كتبنا فايل سكريبت، فايل اسمه مثلا ايه سكريبت دوت بي واي، الاكستنشن بتاعته دوت بي واي، عشان لما اكتب بايثون 3 اقول له والله انت هترن السكريبت اللي هو ايه اخره دوت بي واي ده، الاكستنشن بتاعته دوت بي واي ده سكريبت بايثون او فايل بايثون في بايثون، فهترن البايثون اللي هو ايه اللي هو الفايل ده. طيب انا لو اجيب مثلا اعمل له كده سكريبت دوت بي واي، هيقول لي والله ايه مفيش اصلا سكريبت سوري سكريبت دوت بي واي، هيقول لي ايه برميشن دينايد. فعشان اعمل رن اللي هو الفايل مثلا بايثون بقى او باش او اي حاجه بالشكل ده، من غير بقى ايه من غير ما اقول له مثلا بايثون 3 او كده، فلازم اغير البرميشن بتاعته. يعني اعمل له اكسكيوت في الانفايرمنت بتاعت الباش بتاعتي، فهقول له الاول مثلا كده ال اس داش ال داش ال مثلا، او ال اس مثلا داش ال لمثلا ايه سكريبت بي واي ماشي. فهيلاقي الايه ان هو اليوزر ده ملوش اكسكيوت عليه، ما ينفعش يعمل له اكسكيوت، ما ينفعش يرن الفايل. فبالتالي هعمل له حاجه بسيطه التشينج مود بلس اكس، هقول له اكسكيوت بلس اكس لو اكسكيوت الفايل ده سكريبت عادي، سكريبت اسم السكريبت بتاعي، اقول له سكريبت دوت بي واي، هيقول لي ايه syntax error unexpected ايه هلو كذا كذا. ليه؟ لان دخلت مثلا كده المفروض انا دلوقتي هرن ايه هرن الفايل بتاعي او اكسكيوت الفايل بتاعي بايثون. فزي ما عملنا في الباش بالظبط شي بانج، هقول له مثلا بن سوري اهي بن باش كانت باش، لا انا عايز اللي هو رن بين باش بن بين يوزر سوري يوزر بن بايثون صح. فري. يا جدعان في صباح الفل ماشي، واخرج عادي اجي رن السكريبت بتاعي هيرن عادي. فليه انا عملت هنا كده؟ هو ليه مثلا هنا لما جيت قال لي هنا قال لي والله انا مش فاهم اصلا السنتكس بتاعك ده، يعني unexpected، انا مش متوقع منك تكتب لي اللي هو الكوماند مثلا او اللي هو سطر الكود بتاعك ده كده. ليه؟ هيجي رن هو مثلا يعمل اكسكيوت لما احنا كده فاكرين لما كنا جينا عملنا في الباش سكريبت وقلنا مثلا هنكتب مثلا ايه نانو، ده برضو فايل اديتور بس اسهل شويه من في اي، كتبت له مثلا باش دوت اس اتش ماشي، فكنت بكتب له هنا بن سوري شيبان جابني بقى في ايه بن باش ماشي، واقول له مثلا ايكو، او اقول له بلاش ايكو اقول له ال اس كوماند عادي. فهو كان بيروح بيعرف ان ده فايل باش منين من الهيدر ده اللي هو الشي بانج ده. فهو خلاص بيعرف ان ده ايه والله ده خلاص ده فايل مثلا ايه ده سكريبت باش والله، ويعمل له تشينج مود مثلا بلس اكس الباش دوت اس اتش واجي رنه اه هيلست ايه عشان احنا قلنا اس، فهيلست كل الفايلات اللي موجوده. لو جيت كده عملت كات للباش دوت اس اتش ده، هو ايه هو عمل كوماند ال اس، هتطرق للموضوع ده انا براجع بس دلوقتي بالباش سكريبتنج ده افكر الناس بيها، وهن اوفر فيو عليها برضو ان شاء الله للناس اللي ايه ما كانتش معانا. طيب عشان ما نطولش في الموضوع ده كده اكتر من كده، دي شويه كده اكستنشنز وشورت كاتس في الفي اس كود، بص عليها عشان احنا بس هنطول شويه النهارده ماشي. دي اكستنشنز مهمه جدا جدا، وانك تاخدها بعين الاعتبار انت لازم تبقى عندك، يعني مش لازم تبقى عندك بس توفر عليك وقت وتوفر عليك كتير قوي. عندك مثلا زي حاجه زي ايه اللي هي اسمها اوتو باب، دي بتعمل الفورماتر للايه للفي اس كود، دي مهمه جدا جدا جدا، دي حاجه اساسيه معانا ماشي. ماشي خلاص هنركز في البايثون دلوقتي وهننسى الباش خالص لحد ما نخلصها، يبقى نفوكس عليها بعدين عادي. ماشي خلاص احنا كده خلصنا جزء اللي هو عرفنا ان ازاي بنرن البايثون وازاي الاكستنشن بتاعتها. في حد ما عنده مشكله في النقطه دي او اي حاجه في النقطه دي خالص في اي حاجه تمام، ولا نخش على اللي بعدها؟ لا تمام، نخش على بعدها. ماشي. عندي بقى البريمتر داتا تايب، عندي اول جزء وهو الفاريبلز،
والفاريبلز والفاريبل نيم والسترينجز وكده. تمام، فتيجي نشوفها مع بعض كده. دي ايه؟ دي الفاريبلز. ماشي. انا عندي فاريبلز في البايثون. فانا حتى لو هنا جيت فتحت هنا كده، انا عامل لكم حاجه حلوه، ان هو شويه يعني بعض الاكواد من السي للتذكره مش اكتر. حاسس انك هتتشتت، ما تبصش عليها خالص، ما تبصش عليها اصلا ولا كانك شايفها، بس للتذكره، وانك تقدر تفرق بينهم لو حابب تاخد فكره. لكن لو انت اصلا ما ذاكرتش سي، ما تبصش عليهم خالص، ركز بس انك في بايثون. تمام. فهنا مثلا عندنا ايه؟ الكود ده كده. ماشي. انا هنا بقول له عندي مثلا وليكن الفاريبل اسمه اكس بتساوي 10. ماشي. عندي الفاريبل اسمه ايه زد مثلا بتساوي ابراهيم. وعندي الفاريبل مثلا اللي هو واي مثلا بتساوي حمو. مين ما يعرفش حمو ده كل مره ده. تمام. فانا بالتالي انا عملت فاريبل ده، يعني فاريبل حاجه بديها قيمه اللي هي ال 10، يعني مثلا اكس، يعني بحط فيه القيمه اللي هي 10. ماشي. بحط مثلا في الزد قيمه ابراهيم، بحط في الواي قيمه ايه حمو ده. لو هنا انا لاحظنا الاختلاف، ان انا هنا ما اضطريتش اقول له والله القيمه اللي جايه لك دي انتجر، ولا القيمه اللي جايه لك دي فلوت، ولا قلت له اي حاجه، ولا شغلت بالي بيه اصلا. يعني هو بس مجرد ما قلت له انك والله انا هحط لك مثلا ال 10 دي، فهو اوريدي خلاص اتعرف عليها. يعني في مثلا التايب، ايه التايب مثلا بتاع الاكس. ماشي. اقول له برنت كده، برنت التايب بتاع الاكس ده. هيقول لي دي والله ده انت عندك ده انتجر. ماشي. هيقول لي ده ايه؟ ده انتجر. هو عارف مين ان هو انتجر. هو يعني يعني هاي ليفل لانجوج، فتعرف على الجزء ده. وعايزين بس نقول حاجه كمان، اللي هو مثلا دلوقتي الاكس ده انتجر صح؟ احنا جينا هنا كده ده انتجر. طب قلت له اكس زي ما قال شادي برضه في الجزء الاولاني ده، ان احنا مثلا الاكس دي عرفناها بابراهيم مثلا. واجي تاني اخد الشورت كات بتاعتنا شيفت وكنترول، وايه، وانزل سطر لتحت او اللي فوق بيكرر لي ايه السطر. طيب لما احب انزل بيه ولا اقف عليه كده، كنترول وسهم لتحت او اللي فوق وبيتحرك بيه عادي. سوري، الت وسهم لفوق او لتحت. شورت كاتس انا سايبها لكم برضه، بتسهل علينا العمليه واحنا شغالين في الايه، في الفي اس كود بتاعنا. ماشي. ولما قلت له بقى الاكس، واقول له هات لي التايب بتاعت الاكس دي، يعني هي خلاص هيبقى الاكس، وقلت له التايب بتاعها. اول مره طبعها لي انتجر، تمام. لكن تاني مره طبعها لي انها ايه؟ سترينج. string. فهو بالتالي دي بتحصل مشكله، يعني لو هو ممكن اي قيمه ياخدها حطيتها له بقى انت اي حاجه عادي هتاخدها عادي. يعني هو يعني دي من مشاكل اصلا البايثون في الجزء ده. ماشي. وايه تاني عندنا؟ يعني جزء كده اللي هو الايه، الفاريبلز. بس دي فكرتها اللي هو خلاص، يعني الفاريبل بديله قيمه بس مش اكتر. وايه تاني عندنا؟ الفاريبل نيم. الفاريبل نيم ان هو يعني من ضمن الحاجات اللي هو انت تشوف بقى اللي هو ايه، ما يتسماش مثلا بيتسمى بالشكل ده كده، يفضل يتسمى بالشكل ده اللي قدامنا ده مثلا كده. ما تحطش ارقام وحاجات وانت بتقراها بقى تشوف ازاي تسمي الفاريبل بتاعك بس. وهو هنا بيقول لك ان هو ده ايه، فين سترينج. خش على السترينج على طول. السترينج انا مثلا قلت له عندي والله اس تي ار، مش اس تي ار، سترينج مثلا. دي هديله قيمه مثلا السترينج يعني سترينج، يعني مش محتاج، مش عارف اوضحها ازاي اكتر من كده، بس هو سترينج يعني كلام بحط له مثلا بين كوتيشن كده، مش سترينج. طب المهم، يعني اكيد واضحه سترينج للناس كلها. فمثلا هلو مثلا، انا ممكن احط سترينج كده، ممكن احط سترينج مثلا اتنين مثلا بتيكوال سترينج بس بالشكل ده. ممكن احطه بقى كمان ان هو احط سترينج بالشكل ان انا احط له كده ما بين ثلاثه ده. ماشي. هقول له برنت مثلا سترينج، وبرنت مثلا سترينج 2، وهنا تاني برنت سترينج 3 مثلا. بس فهو طبع لي هلو هلو هلو.
بس ده شكل السترنج اللي ممكن استخدمه، ونفرق ما بين السترنج هنا والجزء الثاني بتاعنا، واللي هو ان انا احط، عايزين بس ناخد دي هنا كده اكس. هسيب لكم الفايلات دي عشان ارفعها على الجيت هاب ان شاء الله في الاخر. فين سترنج اهو. تمام. معلش بتاخد الكوماند كوبي ازاي؟ إيه ده كده مثلا لو انا واقف عليه بكنترول ال باخد السطر اللي واقف عليه، تمام، او كنترول ايه باخد كله، يعني باخد الفيديو كلها يعني، او الكود كله، بس اه كنترول تمام. ايه لو واقف عليه كنترول ال بس. وبرجع كنترول شيفت زد لو انا مسحت حاجه مثلا، كنترول زد، وارجع لخطوتين ثلاثه كنترول شيفت زد. تمام ماشي. تمام تمام. وخلاص دي ما فيهاش اي حاجه خالص. ده اللي احنا قلنا ايه، ده الفورمات بتاع السترنج. هنيجي على فورمات السترنج دلوقتي. ده فكره السترنج بس اللي احنا عرفناها. سترنج يتكتب كده، يتكتب كده، يتكتب كده، ولازم نفرق بينها وبين الكومنت. يعني نيجي عملنا هنا مثلا كده، فين الكومنتس؟ الكومنت عندنا لو مش هنخش، مش هنفكركم باي حاجه، ماشي. ده كومنت عادي، ده جاست كومنت. برضه ده كومنت عادي جدا. اكتب مثلا كومنت، ده كومنت عادي جدا. اجي ارنه، ثانيه واحده، ثانيه مالك، ماشي. مثلا ده كده والله بلا 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 اي حاجه. فده بالنسبه له برضه ايه كومنت. مثلا برنت مثلا هلو، تمام. فهو مش هيطبع لي ده ولا هيطبع لي ده خالص، يعني حتى يعني هو ده بس، ده هو اللي بيقول له يعني اللي هو كده بيرن الفايل مش اكتر. يعني حتى لو جيت مثلا ده اسمه ايه، كومنت صح، تشينج مود، ده بكتب مثلا بايثون 3 اسم الكومنت مش موجود فيه اصلا، سي دي 0x00 بايثون 3 كومنت بي اي، تمام. فهو هيطبع لي هالو بس اللي موجود عندي دي، ومش هيطبع لي اللي هو الكومنت ده والكومنت ده سنجل لاين كومنت. ده مالتيبل لاين كومنت عادي، ممكن احط مثلا اي حاجه في النص براحتي بقى، ادوس براحتي يعني. ده اكتب دوكيومنتيشن حتى بتاعي هنا للديفلوبر مثلا اللي بعد اللي جاي، ماشي. بس دي كانت نقطه السترينج. تمام، وصلنا لحد هنا كده فين؟ السترينجز بتاعت في البايثون والسي. بص عليها برضو لو انت مذاكر انا هصحتك وانت براحتك. لو مذاكر سي بص عليه، مش مذاكر سي انساها خالص، يعني انسى، ما ببصش عليها، بصش على السي خالص. ليه؟ مش عشان ما تتشتتش. ده انا خايف تتشتت اصلا، يعني حد دلوقتي هيتشتتوا من الباش، فهتخش في السي. فبلاش يعني، ركز في السنتكس بتاع البايثون بس. داخل بايثون، داخل تحل مشروع بايثون، السي براحتك خلاص. الاير بي ام بي وهتذاكر السي براحتك. ايه ايه تاني؟ ده بقى شويه فانكشنز مثلا بتطبقها على اللينس، زي مثلا سوري على السترنج، مثلا زي ان انا فين السي دي سي يعني، ان انا مثلا اجيب اللينس مثلا بتاعها، بتاع مثلا كلمه او كده. وايه تاني؟ بص عليها يعني. ده بص بقى اللي مثلا اللي هو ايه، لو جيت مثلا هنا كتبت مثلا إيه، هنشوفها دلوقتي قدام قدام لسه سترنج مسج، ماشي. عشان ما نضيعش من بعض. دي اللي هو السكريبت كاركترز، اللي هو مثلا لو انا بكتب مثلا هلو مثلا داش انزل لي سطر، بس اقول له مثلا داش تي اعمل لي مسافه، او تاب مثلا، ماشي. اقول له مثلا ايه هلو مثلا هاي، مع ان في بعض داخلين في بعض كده اهو، تمام. بس مجرد ما اقول له مثلا كده هيعمل لي تاب ما بينهم. دي الاسكيب كاركترز. اقول له مثلا يعمل لي انزل لي سطر، الاسكيب كاركتر اللي هي دي اللي هو باك سلاش دي اسمها سكيب كاركتر. يعني بتعمل لي ايه، زي ما مثلا داش بتنزل لي سطر. إيه مثلا عايز اكتب مثلا، طب عايز اكتبها يعني، لو كتبت كده اللي هو يعني باك سلاش كده بس، جربناها، تمام، هترن عادي.
كان فين امم كده، فهي بتسكيب اللي بعدها بس. هاجي مثلا اكتب فين كنترول تي، سوري باك سلاش تي، بعمل مسافه باك سلاش ان، وهكذا. في شويه سكيب كاركترز يعني انت بتدور عليهم بقى براحتك. مثلا ايه، اكتب مثلا، عايز اكتب مثلا ايه 2 باك سلاش مثلا، فاكتب 2 بعديهم 2 عشان واحده سكيب واحده سكيب واحده وهكذا. بس فيبقى لي 2 بس، يعني يبقى لي ايه هلو، واكتب لي 2 دول بس، يعني هم 4. فدي بتسكيبها، بتعملها سكيب. ايه تاني؟ السكيب كاركترز، ده السكيب كاركترز. طب ماشي، بعد عندي كده سكيب كاركترز، سكيب سيكونس، ماشي. الفورمات سترينج بقى، الفورمات سترينج لو فاكرين ان احنا كنا، مش عايز ادوس في السين، هحاول ما اتكلمش في السين خالص. ماشي، فهناخد مثلا ده الفورمات بتاعنا. ده كان فين ده؟ سترينج دوت فورمات بس. تعال، فين سترينج في ميثودز؟ فورمات سترينج. انا مثلا عندي النيم، الفاريبل اسمه نيم، ده اسمه ايه جون مثلا، وسنه 30 سنه، عادي فاريبل عادي، وده القيمه بتاعته، ده القيمه بتاعته عادي برضه. انا بقى لما اجي اقطع مثلا الفاريبل اللي هو الساين مثلا، عايز اكتب الفورمات بتاعي يعني ازاي تاني نوضحها مثلا كده. مثلا عايز عندي فاريبل مثلا، واكتب له فيه اللي هو فين، اكتب له كده بالشكل ده، عايز اوضحها بشكل اكتر، بشكل اوضح كده. ماشي، هو هنا الفورمات بتاعي ان انا باخد دي كده، يعني هاخد دي هنا كده مسج مثلا، اي حاجه اكس بتساوي، انا بكتب مثلا هلو، وعايز اكتب اسم الشخص ده. قدامي طريقتين، ان انا اعمله بالدوت فورمات، يعني مثلا انا عايز انده على النيم ده، هجيبه ازاي؟ هقول له كده في هنا مكان فاريبل، ماشي، وبعد كده اقول له مثلا هلو مثلا ده، وهحطه هنا قدامه كده دوت فورمات، ماشي. هقول له الفورمات بتاعه اللي هو قيمه الفاليو دي، او الفاليو دي، الفاريبل ده صح، سوري الفاريبل ده انا هحطه هنا. هقول له والله مثلا ده النيم بتاعه، انت هتحط لي النيم هنا، هتعوض لي عن الكيرل براكتس دي بالنيم ده، ماشي. واجي اقول له بعدها مثلا يور ايدج مثلا از كيرل براكتس، واروح هنا في الفورمات برضه هتقول له هتعوض له عن الفورمات ده، او عن الكيرل براكتس دي بقيمه الايدج. واجي مثلا اقول له برنت اكس، طب كبرت قوي كده، طب ماشي خلاص، ماشي. واجي ران كده بايثون 3 اهو، هو هنا قال لي ايه هلو جون يور ايدج از 30، تمام. قال لي مثلا خلاص. طب هو جاب جون دي منين؟ هو راح هنا لقى كيرلي براكتس، قال لك ايه كيرلي براكتس دي؟ والله انا معوض عنها على الفورمات، اول واحده دي بنيم، طيب وعندي مثلا الايدج از كذا، الايدج الكيرلي براكتس دي ايه، الكيرلي براكتس دي راح معوض عنها هنا بالايدج اس كذا. وده الفورمات اللي هم تقريبا ايه الاكس بتفضله، ويعني ما اعرفش ليه بصراحه، بس هو ده تكتب بيه، ما تروحش مثلا في فورمات تاني، في فورمات تاني ان انا مثلا ممكن اكتب برنت مثلا، هنهمش دي كده، نلاقيها كده نكومنت كده، واقول له مثلا اكس بتساوي، او مثلا اقول له برنت مثلا، او اكس بتساوي اف الفورمات، ماشي، واحط له هنا النيم مثلا، واحط له هنا الايدج، ده فورمات تاني. واجي رن الاكس، رن دي مثلا كده، ماله هو فين اهو، صباح الفل، مالك بايثون 3 ولا هو اسمه فورمات مثلا، تمام. طبعها لي عادي، هو بس البيسكوب بيزعل، ماشي. فده فورمات تاني، ده فورمات، ده شكل من اشكال الفورمات، وده شكل تاني
وفي شكل ثالث في شكل ثالث المفروض اللي هو ان انا مثلا ايه احط له والله اقول له ده جاي لك سترينج وده جاي لك ديجيت، تمام، في البايثون، تمام، واعوض عن بدل ما اكتب دوت فورمات كده اكتب له الايه اللي هي علامه اللي في المية دي، واكتب له الايه الفاريبلز بتاعتي. في حد هنا لحد هنا حاجه ساقطه منه عشان مش عايزين نرجع لاي جزء من الاجزاء دي؟ في حد ساقطه منه حاجه؟ حد مش فاهم اي حاجه يقول ما يتكسفش، عشان احنا مش عايزين، احنا مش في محاضره، احنا بنتناقش مع بعض سوا عادي. في حد ناقصه حاجه؟ حد مش فاهم اي حاجه؟ مفيش فرق بينهم كلهم تقريبا صح؟ يعني كلهم بيعملوا نفس الحاجة، مفيش أي فرق بينهم من ناحية أي حاجة. حتى في سرعة التنفيذ كلهم تقريبا زي بعض صح؟ سرعه التنفيذ دي بصراحه ما اعرفش، بس هو كلهم بيقدموا نفس الغرض، لكن سرعه التنفيذ واللو ليفل لا لانجوج لا ما اعرف. هي الفكرة اللي هي بالمودولس دي كانت متاخدة من السي، يعني دي الأولد فورمات اللي هي أول واحدة. الدوت فورمات سترينج دي اللي هي المفروض، أو الدوت فورمات يعني دي المفروض اللي هي الانترميديت الابديت بتاعها. اللاست فيرجن اللي هي المفروض في خلاص بقى في آخر ابديتس للبايثون هي الاف فورمات. فلو هتشتغل اشتغل بالاف فورمات يعني أحسن حاجة، بس المنحة طالبة إن احنا نشتغل دوت فورمات، مش عارف ليه بصراحة، بس تمام. بالظبط زي ما شادي قال لك كده، هي منحه طالبه تستخدم فورمات حرفيا، ما تحاولش تكتب الفورمات ده، منه سهل وحلو وسخن وسمسم، بس لا ما تكتبوش، هو طالبين الفورمات ده، وده اللي هتلاقي ممكن يسوحك اصلا. تكتب الكود صح بس الفورمات لا والله مش نفس الفورمات. فما تحاولش تكتب الفورمات ده، اكتب الفورمات اللي هو فوق ده اللي هو ايه، بتدي الكيرل براكتس عادي بتاعتك وفورمات ده بس كده. فده كانت اشكال الفورمات الثلاثه اللي احنا شفناهم مع بعض. طيب نخش هنا كده. ثواني، في ناس رافعة ايديها قبل ما ندخل في حتة تانية. ماشي، وانا سبت نهاد الناس دي. تقريبا. ماشي يا نهاد. نهاد نزلوا ايديهم. هيتعاقبوا ولا حاجه؟ طب ما حد بيسال، ورفع ايدي تاني. احنا مذنبين حد ولا ايه؟ ماشي يا عبد الله، عليك ذنب طيب. بيحلف. ماشي. طب نازل ايه طيب؟ حسيش بالذنب انا. ماشي، احنا قلنا كده فين نحدد الفورمات سترينج؟ ده السترينج ميثودز. دي بقى اللي هو ايه، انا مثلا عندي سترينج بنفذ عليه شويه حاجات، مثلا اخد السترينج ده كده اللطيف الحلو ده وانفذ عليه بقى شويه حاجات كده. اقول له بقول لك مثلا اس. التمبلت اللي انت عاملها عظمه بصراحه، انا هذاكر منها والله. يعني انت لامم فيها كل حاجه جامد. لسه مش عادي والله، ده كده يعني مش عارف ولا إيه. ماشي، برنت هكتب اهب على الاس دوت ابر، هيطبع لي هنا ايه؟ اقول له مثلا كده احنا فين؟ الفورمات صح؟ ثانيه واحده كده عشان بس عايزين ناخد الاكواد ناخدها على الجيت هاب نرفعها لكم. بيم. ماشي، كان فين؟ دي كانت ايه؟ دي string methods تمام. فهنا اقول له بايثون 3 فين دي؟ انا مش شايف حاجه. string methods تمام. هو هنا خليها لي ايه ابر كيس بس، يعني هو الفكره ان انا باكسس مثلا وهنيجي ده بكره، وهنيجي بكره نعرف ان ازاي مثلا الاوبجكت ده، وهنعرف بكره يعني ايه اوبجكت ويعني ايه كلاس وكده. لكن خلينا هنا بس متفقين ان ده مجرد سترينج، مجرد كوكيز. ده مجرد سترينج انا بنفذ عليه مثلا بعض ميثودز. ماشي، ان انا في ميثود اسمها ابر والله، بدل مثلا ما ايه بكتب انا الفانكشن بنفسي وكده واقول له مثلا والله ده تلوب على كذا وتعمل كذا، لا بضرب الاسكي مثلا وكده، لا هو هنا مديها لي حاجات حلوه وسخنه وبسمسم، بتقول لي ايه والله في حاجات اللي إيه اللي هو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حاجات بيلت ان في اللغه بتابلاي الجزء ده مثلا. خلاص والله ده انت عندك اصلا ميثود اسمها، أو خليها ما تخليهاش نقول فانكشن بقى نقول ميثود. طب احنا في بايثون نقول ميثود. ماشي، ان في مثلا ميثود والله دي بتحول مثلا السترنج بتاعي على السترنج بس. ماشي، خاصه بالسترنج انها بتعمل تحول السترنج من لور كيس لابر كيس.
طب هو مثلا دلوقتي ده لو خدت هلور دي كده ماشي، ورحت حاططها له كده، قلت له والله ايه، طب انا ايه خليها هنا ايه، هي اصلا ابر كيس، طب انا عايز اخليها لور كيس، اقول له والله لور بس، لور بس كده يعني، ولا تزعل نفسك يا عم. ماشي، هي هنا ايه قدامي هنا ابر كيس، انا قلت له والله لا ماشي، انا عايزها تحولها لي انت بقى اللي هو يعني، ما تزعلش نفسك يا عم، ماشي، لايه لور كيس. بس دي شويه بعض الميثودز انت بتجيبها منين؟ انت بتخش على الدوكيومنتيشن بتاع بايثون، بتخش على بايثون اللي هي كان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كان سيدي قايل عليها، كنت مش فاكر اسمها ايه، بايثون ريل وورلد حاجه زي كده، ريل بايثون. ريل بايثون. فهي دي، فانت تخش تدور بقى الحاجات دي، انت تعرف مثلا ايه، والله تكتب كده في السيرش والله بيلت ان ميثودز، بيلت ان ميثود، بيلت ان ميثودز بايثون، ما تخش هتلاقي مثلا في اللي هو دبليو 3 سكولز، ما تخشش عليه حرفيا، ما تخشش على دبليو 3 سكولز ده خالص نهائي، اسمع الكلام. ماشي، دي بقى بعض البيلت ان ميثودز الموجوده عندك، بقى تقرا براحتك بقى وتدور، او مجرد اصلا مثلا ما اكتب مثلا برنت اس دوت، هيقترح لي بعض الحاجات بقى، يعني يقترح لي هو اصلا بعض الحاجات كده، ده يقول لي ايه والله انت عندك كذا، عندك كذا، عندك كذا، وربنا يديك الصحه بقى، وتقعد تقرا الكلام ده كله، مش عندناش وقت بس احنا، فانت ايه هتقرا الحاجات دي من هنا، او تخش على الدوكيومنتيشن بتاعها، وده الافضل يعني بكتير. ماشي، طبعا هنا بقى شويه الميثودز، مثلا اللور ابر ستريب، اللي هو تقطع بقى اللي هو مثلا بقطع المسافات دي مثلا وكده، وهكذا، تقعد بقى انت تقرا الحاجات دي، جوين مثلا، كل دي بيلت ان ميثودز في الايه، في السترنج، احنا مش هنخش في تفاصيل اكتر من كده عشان في تفاصيل جايه اكتر. ماشي، انت بقى تقعد تقرا الحاجات دي كده مع نفسك، إيه تقعد بقى يعني، ده كان جزء برضه كنت سيلك شويه كده في السي، يعني تاخد فكره برضه يعني، اللي هو السترنج لايبراري دي، هتبص عليها برضه لو انت مذاكر سي، انا نصحتك وانت براحتك، لو مذاكر سي خش، مش مذاكر سيبها ما تبصش، عشان ما ايه ما تشتتش نفسك وتؤدي لنفسك بالهلاك حرفيا. طيب هنا كان جزء اللي هو بتاع اللي هو الانتجر ده، انا مثلا بكتب انتجر هنا في السي لازم اكتب لونج مثلا، ما ينفعش اكتب ده انتجر، لا ده لونج يعني بص تعديها برضه دي عادي، ولا كانك شايف حاجه. انا سايب ده، كنت سايب ده لو كنت فاكر الناس كانت مذاكره، كانت الكلام ده كنت انا عامله انا والبارتنر اللي كانت معايا، بس الناس كانت مذاكره بايثون وكده وبتحاول تراجع مع سي، لكن مفيش وقت، فخلاص انسى السي، انسى السي، انسى السي. بس دي بقى طبعا شويه ميثودز بتطبقها برضه على اللي هو ايه، على النمبرز وكده. دي مثلا اللي هو بو دي بت حاجه زي الاس كده، شويه ميثودز بقى، يعني ناخد مثلا حاجه زي كده، ناخد ده كده، تعال احنا قلنا هنا فين، هنا string methods، دي كانت اسمها ايه، number methods، numbers عادي. فمثلا انا هنا عندي إيه x بتساوي 5 y بتساوي 2، فهنا عادي شويه يعني اللي هو ايه، اللي هو الارثماتيك اوبريتورز، اللي هو عادي، اللي هو مثلا عمليات حسابيه عاديه جدا، بجمع ازاي، بكتب برنت، بكتب مثلا هنا برنت x زائد y، بس كده، بس دي الفكره، اكس زائد واي، حولها بقى خليها مثلا، خلي اكس ناقص واي، اكس مش عارف واي، اكس اس واي، دي الاس بس في البايثون سوري. تمام، شويه بقى عمليات حسابيه بقى طول ما انت ماشي، دي مثلا بتكونفيرت مثلا الاكس دي والله لفلوت. تمام، يعني يجي مثلا عايزين نشوف الاوت بوت طالع ازاي كله كده، رن ده كده مثلا، بس فهو ده الاوت بوت اللي طالع بتاعنا، الاوت بوت ضربهم جمعهم مثلا مع بعض 5 و2 7، عادي عمليات حسابيه عاديه جدا زي اي لغه. الابس دي ابسوليوت فاليو، هي مثلا بالسالب، والله هنا بسالب 5، هو هنا بيرجعها لي ب5 اصلا، يعني بيرجعها لي لقيمه الايه، الموجب يعني وكده. بس ودي البو اللي هي بتاعت الاس، مثلا دي اكس اس واي، مثلا لو خليت مثلا هنا جيت مثلا خليتها له مثلا، هي فين اكس اس واي ما اعرفش بكام الصراحه، فهو اكيد طلعها مظبوطه. ماشي،
ده بس ده فكره الاس، يعني دي عملت الحسابيه اللي احنا بنأكسس بيها وكده. وهنا عملت امبورت ماس، وامبورت دي هنجي لها برده بكره ان شاء الله. ليه؟ لان هنعرف يعني ايه اللايبريز وكده والموديولز وكده. فهو هنا انا لو جيت مثلا مسحت الموديول ده، هقول لي والله في ايرور عندك، انك في ايه عندك اللي هو الماس دي نوت ديفايند، لانك مش معرفها لي اصلا. انا ما اعرفش يعني ايه ماس اصلا. يعني ماس مثلا ميثود، انا ما اعرفهاش، ما اعرفش حاجه اسمها ماس. بس فهنعرف ده بكره يعني ايه الموديولز. ويا ريت ناس تقرا عنها، يعني ناس تقرا عن الموديول، ناس تقرا عن الاوبجكت، بس تقرا حتى تاخد فكره يعني ايه موديول. اهم حاجه اهم حاجه يعني ايه موديول. تاني اهم حاجه يعني ايه موديول، ده مهم جدا معاكم. ماشي، احنا كده يعتبر خلصنا جزء اللي هو البيزكس خالص. دي تايب كونفيرمنت دي ايه دي؟ عادي. اه ان انا مثلا مم، اه حلو ده. التايب كونفرجن، يعني مثلا هنا قلت له مثلا والله انا عندي اكس ده ايه؟ ده انتجر، ماشي. عندي واي، تمام، ده سترينج. لكن انا هنا قلت له والله خليه لي يعمل لي انتجر مثلا زد. قلت له زد بتساوي اكس بلس انت. ليه ايه الانت اللي هيجي لي؟ هقول له بقى والله انت هتحول لي قيمه الاكس اللي هي 20 اللي هي سترينج دي، هتخليها لي انتجر، تمام. بس مش اكتر. انا بتحول مثلا قيمه الاكس او الواي دي مثلا او ايا كان السترينج دي، بتحولها لي ايه؟ لانتجر، مش اكتر. بس دي فكرتها الكونفرجن بتاع التايب كونفرجن دي. احنا دخلنا فين كده؟ طيب هنخش بقى هنا قبل الفانكشن، هنخش على كنترول فلو. ده جزء حلو جدا. ماشي. قبل ما نخش على الفور لوبس والوايل والدو واللوجيكال اوبريتورز، في حد واقع منه حاجه؟ في حد ناقصه حاجه؟ في حد شايف حاجه جديد بحاجه؟ حد مش واضحه قدامه حاجه؟ مش عايز حد يطلع من هنا غير لما الرؤيه واضحه قدامه. اتفضل يا احمد. هو بالنسبة للريسورس اللي انت بتستخدمها على نوشن دي، ادخل عليها ازاي؟ هنزلها على لينكد ان شاء الله بعد ما نخلص الميتنج باذن الله. ماشي. في حد عنده سؤال تاني؟ في حد مش واضحه قدامه حاجه؟ فين بقى لينكد ان ده؟ يعني اخش له منين ولا اعرف البروفايل بتاعك فين؟ هبعت لكم في الجروب بعد ما اخلص باذن الله. ماشي. ماشي. في حد محتاج حاجه؟ مش عايزين حد يطلع مش فاهم حاجه، او حد لو انا شرحت مش شرح مش واضح، يعني قولوا لي اوضح اي حاجه عشان احنا مش هنعيد ده تاني. وانا مش عايز حد يطلع مش فاهم، عايزين بس ناس نحاول يعني باقصى قدر ممكن ان احنا نفهم مع بعض. في حد ناقصه حاجه؟ طب الشات طيب. تمام زي كمل يا الفل. مالك. كمل. ماشي. الكومبريشن اوبريتورز دي بقى اللي هي ايه؟ هقول له مثلا ايه؟ لا دي هنخش هنعرفها اصلا كده كده احنا ماشيين في ال في الاف والحاجات دي وكده. ماشي. اقول له مثلا اكس ايكوال واي، واكس نوت ايكوال واي. دي انت طبيعي شكلك انت لازم تكون عارفها. لو مثلا جريتر ذان، دي شكلها عامل كده. وده مثلا ليس ذان، بس دي مثلا جريتر ذان اور ايكوال. دي مثلا دي اللي هي الحاجات اللي احنا هنستخدمها دلوقتي في الاف والفور والحاجات دي. ماشي. دي مثلا دي كان سيمبل، حاجه كده سيمبل عليها في السي، ما تبصش عليها غمض عينك. ماشي. هنا مثلا هنخش في الفور لوب ولا نخليها؟ ماشي. دي هنا مثلا بقول له هنا مثلا بقول له والله انت عندك اكس مثلا. فين اسم التوبك ده ايه؟ اسم التوبك ده ايه؟ كومبينيشن اوبريتورز. ماشي. هو طبعا يديني هنا ايه؟ ايرورز. انا عايز اقول له بس هنا ما تعملش حاجه. ماشي يا حبيبي. فباختصار كده انا هنا مثلا بقول له والله انت عندك ايه؟ اكس ايكوال ايه؟ 5. ماشي. الكومنت دول ماشي. اكس مثلا ايكوال 5 وواي ايكوال 10.
تقول له مثلا في حاله ان اكس بتساوي واي اعمل كذا، في حاله ان لا تساويها اعمل كذا. دي مش السنتكس اللي هنمشي بيه خالص، بس دي الفكره مش اكتر. هنعرف السنتكس هيمشي ازاي دلوقتي. ايه ماشي، ايه مثلا ايه والله ده لو اكس مثلا اكبر من واي اعمل لي كذا، لو اكس اصغر من واي اعمل لي كذا، لو اكس مثلا دي يعني عشان تفهم بس الكومبريشن اوبريتور دي، كومبريشن اوبريتور، كومباريزون اوبريتور صباح الفل ماشي. دي فكره بس عشان تعرفها مش اكتر. وان باس دي يعني ما بتعملش حاجه، بس مثلا دي ليه ما بتعملش حاجه بس. تمام، يعني مثلا تقول كده خلينا كلها باس كده، باس انت لسه باس. هي دي تقريبا زي continue كده، عدي. ما بتعملش حاجه. اه ودي ممكن نحطها في الفانكشن، نحطها في اف، نحطها في اي حاجه. مثلا جبت المفروض مثلا كده خلاص عملت رن، مش هيعمل اي حاجه اصلا، ما فيش حاجه اصلا نعملها، بس هو حرفيا مش هيعمل اي حاجه. دي الفكره بتاعتها. بس فهنا يعني دي فكره اللي هو ايه، بقارن بس والله ده لو في كذا اعمل لي كذا، لو كذا بيعمل لي كذا، اعمل لي كذا اعمل لي كذا. ودي اللي هي الكومباريزون اوبريتور، يعني هنعرفها في مثال عملي دلوقتي. بس الفكره بتاعتها تكون حافظ السنتكس، اللي مش حافظه مفيش حاجه اصلا. ايه ايكوال ونوت ايكوال وجريتر ذان وليس ذان وحاجات كده، يعني ما فيهاش اي حاجه خالص. ايه الكونديشنال ستيتمنت دي كانت ايه؟ اه دي بقى دي بقى السنتكس بقى اللي احنا عايزين نقول عليه. هاجي مثلا ده السنتكس بتاع البايثون، وده السنتكس بتاع السي ما ببصش عليه عادي، وده الالس، وده الايه الالس اف الاف. تعال نبص عليها مثلا عمل ايه احسن مع بعضنا كده. كونديشنال ستيتمنت اقول له مثلا اول حاجه عايزين نتعرف ان حاجه مهمه جدا في البايثون، ان البايثون يعني لغه اللي هي ايه، انا مش فاكر بتتقال ازاي، بس اللي هو مثلا ما ينفعش مثلا اعمل مسافه وما بين مثلا ايه مثلا فورم اف مثلا، قول اف هعرف الاول فاريبل سوري اكس مثلا بتساوي 30، وهقول له واي ايكوال 50 50 ماشي. هقول له اف مثلا اي واي اكبر من اكس، ده السنتكس بتاعها ماشي. السنتكس ما يكونش كده، لا هو السنتكس بتاعها كده. فلما اجي انزل مثلا اقول له والله انا هعملها لك من هنا كده، هكتب لك مثلا ايه برنت هلو مثلا ماشي، واجي رن هيقول لي اصلا قبل ما رن هيقول لي ايه ايه اللي هو انديتيشن هي الانديتيشن دي انديتيشن ايرور. ليه بقى؟ هو بيشوف والله يا معلم انت عامل لي ايه اف مثلا واي اكبر من اكس هتعمل لي كذا. حلو، طب انت ازاي مخليها في السطر؟ انت تحطها لي جوه كده، بتعمل تاب او 4 مسافات، 1 2 3 4 ماشي. فهي الانديتيشن دي مهمه جدا جدا جدا، ده هتعمل اي حاجه بسيطه تعمل لك ايرور ماشي. فهقول له لو اكس اكبر من واي إيه هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي هتكتب لي ايه برنت هلو. فطبعا لي هنا ايه هلو، انا كتبت مثلا بايثون سي دي دوت دوت ls سي دي 0x01 بايثون 3 مثلا كونديشنال ستيتمنت ماشي. فهيطبع لي هنا ايه هلو. طب انا خليت مثلا والله مش اكس، انا عشان هنا قلت له بس ليه في ستيتمنت لو اف والسنتكس، ركز على السنتكس ده يا جماعه. الانديتيشن دي مهمه، الانديتيشن دي مهمه اللي هو 4 مسافات او 4 اللي هو سوري 4 سبيس دي كده او تاب بس. وتقريبا ممكن تظبطها من هنا يعني كده. بص انا عندي هنا تحت كده سيلكت انديتيشن اعمل له ايه 4 سبيس، لما اعمل تاب يعمل لي 4 سبيس ماشي. فده السنتكس بتاع الاف. طب انا جيت والله قلت له يا عم خلاص، يعني مش انت قلت لي لو ان الواي اللي هي ب 50 اكبر من اكس اللي هي ب 30 هتطبع لي كذا؟ طب انا هنا عشان فعلا الواي اكبر من اكس، طب لو قلت له مثلا والله طب الاكس دي ب 70 ماشي، وجيت هنا قلت له رن كده ما عملش حاجه. ليه؟ ما هو الشرط ده ما اتحققش، يعني الشرط ده بالنسبه لي مش متحقق. الاكس الواي اكبر من اكس، لا ده الاكس هي الاكبر من واي، فازاي هيحقق الشرط ده؟ فخلاص فهيروح والله تشيك والله انت اكبر منها، لا لا، فمش هطبع ايه برنت دي خالص، مش هطبعها خالص، مش يعني هطبعها ليه اصلا؟ مش الشرط ما اتحققش. فهقول له في الحاله دي else لو الشرط بتاعي ما اتحققش، واحط الايه الدوت دي فوق بعضها كده، مجرد ما انزل سطر برضه الانديتيشن بتاعي جميل اللي هو ايه
تاب او 4 مسافات. هقول له لو الكلام ده ما حصلش اطبع لي باي. تمام، وجران طبع لي باي، ما بتحققش يعني فعلا اكس اكبر من واي. طب انا عايز اقول له بقى طيب في حاله، يعني قلت له هنا لو حصل كذا اعمل لي كذا، لو ما حصلش اعمل لي كذا. طب انا عايز اقول له طب لو في حاله ثانيه، حاله ثانيه يعني مثلا حاله ثانيه وثالثه ورابعه و10 و5 و20 هيبقى 5 دي ماشي. فاقول له مثلا اف، او اللي هو كانت الستيمنت بتاعها اللي هو else if، ولا كانت ايه عشان ال اف عشان واحد بس مسقط. في حاله انه ما حصلش كده وحصل حاجه ثانيه، او else if مثلا الكونديشن بتاعي برضو هقول له اللي هو ايه واي مثلا ايكوال اكس، انت تعمل لي حاجه ثانيه، هتعمل لي وقت برنت مثلا. انا مصغر دي كاسيكا برنت ايه واي ايكوال او اكس مثلا. فانا هنا قلت له في حاله انه ما حصلش ده هتطبع لي ده. طب في حاله انه ما حصلش ده وحصل حاجه ثانيه هتطبع لي كذا. طب في حاله ان حصل حاله ثالثه مثلا else if مثلا اكس مثلا يعني اكس اكبر اصغر مثلا من واي اي حاجه يعني، واحط له الستيتمنت بتاعي. الستيتمنت بتاعي لازم اكون حافظه بالشكل ده كده اف، وبعد كده اكتب الكونديشن بتاعي، يعني اسيب الكونديشن بتاعي ماشي، واحط اللي هي اللي على النقطتين في بعض دول، وانزل اعمل له تاب واكتب اللي ايه اللي يعني الحاجه اللي هتتنفذ الريزلت اللي عايز اطلعها منها. قال له مثلا لو حصل الكونديشن ده، لو حصل ده هتنفذ لي ده. إلس مثلا إلس مثلا ما حصلش هتعمل لي خلاص كذا. طب انا عايز اقول له حاله ثانيه، اقول له ال اف مثلا واحط له كونديشن تاني، يعني برضه كونديشن تاني مثلا في حاجه هتحصل تاني وهكذا، واحط له برضه ايه اللي هي الستيتمنت بتاعتها. لا افتح انتربريتر، هقول لكم على التريكه دي برضه دلوقتي ماشي. واقول له مثلا لا والله معلش ايه امتى استعمل else وامتى استعمل elf؟ ماشي. بص احنا هنا قلت له تعالي كده مثلا ايه بجد عادي، بدأ عادية جدا. بص انا هنا مثلا قلت له انا عندي مثلا اكس دي بتساوي كام 30 مثلا، وقلت له واي عندي بتساوي 50 40 مثلا ماشي. انا عايز اقول له بقى في حاله ان الاكس دي كانت اكبر، بلاش اكس يا جدعان بلاش اكس، قال لي احمد بلاش، ماشي احمد اهو مثلا وده ابراهيم. هقول له مثلا انا عندي ايه شخصيه، واحد اسمه احمد واحد اسمه ابراهيم. عايز اقول له في حاله والله يا عم ان ان احمد ده لو بالعربي كده لو احمد اكبر من ابراهيم ماشي اعمل لي كذا، يعني مثلا ايه اكتب هاي ماشي. هنا استخدمت هنا في الحاله دي انا هنا استخدمت كده اف، قلت له اف ان لو اول حاجه ابدا بيها اصلا لو احمد اكبر من ابراهيم ماشي اكتب لي هاي. حلوه دي تمام، واضحه لحد هنا. لكن مثلا قلت له ايه اللي هي الثانيه بقى، انت تستخدم إلس وانت تستخدم إلس اف. هقول له والله طيب احمد لو احمد اكبر من ابراهيم، طب لو احمد ما طلعش اكبر من ابراهيم هيبقى ايه ايه احمد دلوقتي مش اكبر من ابراهيم، يبقى هو بالنسبه له ايه لو مش اكبر منه يبقى ايه أصغر او مساوي. يبقى انا عندي حاله ثانيه ايه، يبقى انا عندي حالتين تانيين صح كده. تمام. فانا هقول له لو في واحد بتاع برتقال انا هنزل له. معلش يا جماعه بس انا بعاني من الميتنج اللي فات بتاع البرتقال ده معلش مش باين قوي هو بس ماشي. بجد. لا مش باين ما تقلقش. طب الحمد لله ماشي عشان انا الصوت داخل في وداني هنا.
انت مش عندك نويز كانسليشن؟ ايه مش في نويز كانسليشن في المايك؟ والله انا سارق المايك يعني هو اصلا بتاع واحد الضوضاء. جنبي هنا. لا تمام. ماشي. فهو قالت لي انت قلت لي هنا ان لو احمد ده مش اكبر من ابراهيم، هو في حالتين، ان هو لو مش اكبر منه فقدامي كده ان احمد اكبر من ابراهيم، ما تحقق ما اتحققتش، فاحمد هيبقى اصغر من ابراهيم. ما اتحققتش بقى خالص، ما هو لو مش اكبر منه او اصغر منه هيبقى ايه؟ احمد بيساوي ابراهيم في السن. ماشي. فهنا مثلا انا هنا جيت قلت له ايه؟ قلت له هنا لا اف ان ابراهيم احمد اكبر من ابراهيم يعمل لي كذا. وجيت قلت له هنا ان لو اللي هي else if، طب لو هو اللي هو مثلا لو هو مش اكبر منه في حاله تانية else if، اللي كاتبينها ازاي عشان انا مسقط اصلا. الف. ال if الله ينور. فعادي هننسى كلنا عادي. ماشي. قلت له لو احمد اصغر من ابراهيم هتنفذ لي كذا. هو لو ما طلعش لا هو اكبر منه ولا هو اصغر منه، هيبقى ايه؟ ان هو ايه؟ بيساوي في العمر. بس في الحاله دي يا عم، والله يا عم مش بزعلك. بس ففي الحاله دي يا عم مش بقى، ده انت غريب جدا. ماشي. في الحاله يا عم مش يعني راح اجي لك منين طيب؟ في الحاله دي خلاص ما تحققش الشرط ده، ما تحققش الشرط ده، فخلاص الشروط كلها خلصت. في الحاله دي مش هيبقى غير إلس. يعني لو ما بقاش ده وما بقاش ده خلاص إلس بقى ما تحققش كل الحاجات دي. حتى ما حطيتش هنا كونديشن. ليه؟ لان هي خلاص معروف، مش لازم اقول له إلس احمد بيساوي ابراهيم. تمام زي ستي يعني. اه. فخلاص ما تحققش حاجه من الكلام ده كله. ما فضلش بقى غير ان خلاص دي اخر حاله ممكن تحصل له. ابراهيم معلش، معاك. هو السيكونس بتاع الاف ستيتمنت المفروض اف else اف، ولا المفروض زي ما انت كاتبها كده؟ يعني بص المفروض، يعني انا لو بدلت مثلا else خليتها مثلا else احمد اصغر من ابراهيم، وخليت ال اف دي اللي هو بيساوي بعض، هل هيختلف حاجه ولا الاثنين هيشتغلوا؟ هي إلس دي اخر حاجه بنوصل لها. فاهم قصدي؟ يعني على طول ال اف دي بتبقى قبل else. بالظبط. لان أنا يعني ما مثلا تجيش. هنا تمام سامع. معاك. كمل. لا عادي يعني. انا السيكونس بتاع الاف ستيتمنت انا واخد على ان هي اف زي مثلا في سي اف else اف كده، واخد بالك انت؟ وما اعرفش هو هنا مبدلينها ولا الاثنين لو بدلوا هيعمل نفس هي الحاجه ولا. اف دي اختصار لإلس اف. بالظبط. ايوه ما انا فاهم، فعشان كده انا بقول له تيجي بعد else صح؟ يعني اف else اف بعد كده بقى. لا الاف لغايه لما نخلص بعد كده إلس. تمام ماشي خلاص قشطه ماشي. هو هنا بص زي ما قلت لك اللي هو ايه، انا هنوضحها تاني ان احنا قلنا لو احمد اكبر من ابراهيم خلاص انا ابراهيم لي كذا. فاهمك انا فاهمك انا بس فاهمك انا فاهم. بس انا هي بسأل بس على التبديل، هل ده هيبقى ده قبل ده ولا ده قبل ده بس؟ انا فاهم معاك ما تقلقش. لو ماشي. حطيت إلس في النص هتتحقق قبل اللي فوقيها. تمام ماشي. عشان إلس بقول له هنا لو ما حصلش اي حاجه من الكلام ده كله اللي فوق ده نفذها لي خلاص بقى. انا خلاص كده نفذ تحت الارض. فده اخر تمام حاجه نوصل لها. بس انا لو عندي كذا حاجه بقى، انا مثلا لو عندي حاجه مثلا 4 اختيارات او 5 اختيارات، هفضل اعمل مثلا اف else اف وفي الاخر خالص else صح؟ ما خلاص بقى دي اخر حاجه يوصل لها. يعني هيعدي على تمام بص، هو بيعدي مثلا يعني وليكن على ايه، هيعدي على إيه ده، وهيعدي على ده وهيعدي على ده وهيعدي على ده، وفي الاخر ما وصلش لحاجه خلاص بقى. فاهم؟ تمام ماشي كمل اهي. ماشي. كنا فين هنا كده؟ نقفل ده كده ثانيه. فقلنا مثلا هنا لو دي اكبر منه مثلا يعني قول له برنت مثلا اكس. طب اللي كانت بتسال السؤال اللي خلاص كده واضح ولا لسه؟ تمام، لا واضح. تمام. في اي حد هنا عنده سؤال في الجزء ده؟ شباب حد نصف في الجزء ده تاني؟ اتفضل.
هو معلش انا عندي سؤال بس. مم. هو امتى استخدم اف واف else وelse واستخدم اللي هي سويتش كيس؟ دي على حسب بصراحه، مش ممكن حد يجاوب على السؤال ده، لان ما هو بايثون فيها سويتش كيس؟ فيها. بصي بصراحه مش عارف يعني ايه ازاي ليه تستخدم ده امتى، ده يعني امتى استخدم ده امتى استخدم ده، لكن ممكن في كيس اصلا بتضطرك انك تعملي كده، لكن ما اعرفش هي ايه الصراحه، ما حطيتش فيها قبل كده. ماشي، ما انا لو هفضل احط اف else اف else اف else فانا احسن لي ان انا استخدم السويتش كيس. هو الاتنين غالبا واحد علشان في الاتنين السويتش واحد بيبقى كونديشن واحد، بتشيك على القيمه دي، لو بتساوي كذا يعمل كذا. اما ممكن في الاف بيبقى اكتر من كونديشن، ممكن كل اف يبقى لها كونديشن مختلف عن اللي فوق. يعني مثلا في سويتش لو الكيس بيساوي واحد يبقى اعمل كذا، الكيس بيساوي 2 اعمل كذا. انما مثلا في الاف ممكن تقول له اف الاكس بيساوي 5 والاف اللي تحتها مثلا اف البارامتر ده بيساوي مثلا ابراهيم، وهكذا. او هي ممكن المفروض يكون ان واحد الاتنين نفس الحاجة. ايه ايوه بس سويتش ما الاتنين نفس الحاجة. بتستخدميش معاها 2 كونديشن، سويتش كونديشن ممكن واحد. بالظبط. ثانيا سويتش بنستخدمها في الارقام عشان بتعمل حاجه اسمها جامب، ماشي، مش تقوم ارقام نط بس. على الكونديشن على طول. لا مش في الارقام بس، احنا بنستخدمها في العموم، بس هقولك بيستحسن في الارقام عشان بتعمل جامب على الرقم على طول، ما بتخشش تتشك على كل كونديشن. غير كده هي ما بتاخدش الا كونديشن واحد بس في المره. يعني حاولي كده تظبطيها ان هي تعمليها ب اند او اور، مش هتظبط معاكي، هي اف هيستحسن ال. هو الكلام ده صح وكل حاجة، بس يعني هي كلامها صح. يعني هي فعلا دي موجودة في السويتش، والسويتش بتشتغل على كونستانت. يعني حاجة ما ينفعش تعمل كيس على فاريبل، لازم تكون حاجة كونستانت. الحاجة بقى اللي كنت عايز أضيفها بس، إن الفرق اللي بين السويتش وبين الاف else اللي الناس كلها بتستخدمه عشانها، إن السويتش بتعمل حاجة في الميموري مابينج، العملية أسرع بكتير. يعني هو بيكون عامل زي تيبل كده، في كل كيس وقدامها الكود بتاعها. هو لو لقى الكيس دي بيروح يعني هو عارف إن الكيس دي موجودة في التيبل لو هي موجودة، فهو بيروح لها على طول، ما بيضطرش يمشي على كل الكيسز، عكس if else بيمشي على كل if وelse if else if. فهي سويتش من ناحيه الجوريزم وداتا ستراكشر هي اسرع بكتير جدا، بس استخداماتها محدوده بسبب الاسباب اللي منى قالت، او البشمهندس منى قالتها قبل، اللي هي لازم تبقى على كونستانت، ما ينفعش تستخدم معاه 2 كونديشن مثلا، وحاجات تانية كتير. تمام، شكرا. العفو. ماشي، نرجع بقى للجزء بتاعنا. كنا احنا فين هنا كده في الجزء بتاع اللي هو ternary operator. انا عامل شبه اللي كان اسمه تيسير في الرجل العناب، وقاعد بيبص على الكمبيوتر حرفيا، انا مش شايف.